للست نادرة، قصة نادرة للست نادرة. فعلا قصتها النهارده قصة حزينة، يعني احنا شايفين ملامحها اللي تعرضت له، ست تكتشف بالصدفة زواج شريك حياتها من 3 غيرها ومخلف منهم، هو أصلا سايبهم من 20 سنة ومش بيصرف، هي اللي كانت تشتغل وكانت ربت 3 أولاد وجوزتهم. هنتعرف معاكم عن قصتها ورحلتها مع الشخص ده اللي اتجوز عليها 3 ستات، هي ست يعني مسيحية. كلمينا عن التفاصيل، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، يعني حالتك يعني. قولي انت اكتشفت الموضوع ازاي؟ موضوع الجسايم ان هو متجوز، ولا موضوع خيانته، ولا موضوع اللي موضوع جابها؟ في هي القصص كتيره بتاعته. قولي انت اكيد. اكتشفت ازاي ان هو متجوز 3 عليك ومخلف؟ رحت اطلع شهادة ميلاد من السجل، بس قالوا لي ابن مين؟ قلت له ابن ابنوب، او اسم الام النادرة. اه. بس راح قال لي ان في كذا واحدة يعني. رحت قلت له هات لي الجسايم كلها واديني اسامي العيال. اه. فاخدت اسامي عياله كلها واخدت الجسايم. كنت مستغربة ان واحد مسيحي ممكن ياخد ده كله. كانوا يقولوا عندنا في الكنيسة واحدة وبس، يا تاكلها يا ياكلها يا تاكل، مفيش جواز تاني. مفيش جواز. اه. فانا ما كنتش مصدقة يعني، هو ممكن اي حد يعشر اي حد ويقول الباب عندنا يرجعوا ويتقفل على الواحد في عياله يعني. بس ايه احساسك لما اكتشفت ان هو مسكت الورق ولقيت ان هو متجوز وفعلا ان هو بالفعل؟ اتوجعت واتظلمت، ما بقاش تعبت العمر ده كله، ربيت وكبرت وعلمت، وهو عايش دنيته يعني، عايش واخد 3 حريم دي انا مسيحية، واخد واحدة تانية برضو مش منينا، وجايب من دي عيال ومن دول عيال مخلف منهم كلهم. كلهم. طب كلميني عن حياتك معاه، انت عشتي معاه ازاي، وكنت اتجوزتيه انا ازاي، كنت شغالين ايه؟ اخدته بياع متجول، بياع هدوم متجول. اه. بس وعشنا في الغردقة وكده، كنا فاتحين قهوة، وكان هو جايب واحد تاني واقف في القهوة وكده. انت كنت تشتغلي معاه؟ وكان لا، انا كنت اعمل اكل وابيعه، وكنتش اقف في القهوة. بس كنت تشتغلي معاه، تشتغلي ايوه في الفلوس اللي انت كنت تساعدي؟ اساعد بيه على اساس اكمل. عيالي كانوا لسه على الاول في المدارس، ابا نبدا كان سنة تانية ابتدائي، ومريم دي كان لسه اول سنة ليها يعني، اولى ابتدائي. اه. وكنت حامل وما كنتش اعرف ان انا حامل، لان قبل كده انا خسرت مرتين، كان يضربني وكده، ما كنتش اعرف ان انا حامل يعني، كنت اخسر. بس كنت اتعب، تعبت، جيت في يوم تعبت وضغط وتعبت، وراح جاب لي واحده كان مشغلها في القهوه، وراح بعد ما جابها لي قال لي أنا جايبها لك تساعدك في البيت. اتضح اللي جايبها لي تساعدني في البيت كان جايبها لنفسه بس، عشان انا لما انزل اوزع الاكل تحت هو يكمل فوق. يعني هو كان يخونك معاها؟ ايوه. فشافوا ابنه. طب لما اكتشفت خيانته عملت ايه معاها؟ دي كانت اول خيانة ليه؟ دي اول حاجه انا شفتها. ايه حصل لما عملت ايه لما شفت موقف زي ده؟ صرخت زي اي واحده بتشوف حاجه قدامها، مش بتصدم بس، لا، ده كلمه يعني حاجه واعره. لما تشوف ست تشوف جوزها مع حد تاني وفي بيتها مم. بتبقى واعره. هو اتصرف ازاي وقتها؟ ضربني. ما فكرتش ان انت تنفصلي عنه مثلا ولا ما؟ اروح فين وعيالي؟ اروح كملتي برضو رغم كل ده كملتي؟ ايوه، ما لاني ما فيش حد اروح له يعني، ما فيش حد اروح له. اخبط على باب مين؟ اخواتي كل واحد يعني، كل واحد في مكانه وكل واحد في شغله، هروح اتلطش عند مين بعيالي؟ بس الكنيسة رجعتني تاني ورجعت وقعدت معاه وكملت، بس كنت انا بعيالي في اوضة، وهو والزوجة اللي واخدها عرفي دي في اوضة تاني، وتأقلمت على الدنيا وكنت ادوس على نفسي. بس لما يتقفل الباب علي كنت اتوجع قوي قوي، كنت اقعد الاكل وانا ابكي. بس انت دلوقتي رافعه شكوى، صح؟ ايوه، كلمينا عن الشكوى الرافعه دي، رافعاها عايزه ايه؟ عايزة رافعاها حق عيالي وشق السنين والتعب.
وخدمتي في البيوت والمرمطة اللي اتمرمطت. كنت تخدمي في بيوت؟ ايوه خدمت في بيوت وبعت عيش وبعت مخدم ليه عملتي كل ده؟ عشان خاطر اطلع عيالي، ما مدش ايدي لحد ولا اخد جنيه من حد. هو كان عشان فين في بكره الفترة دي؟ ما كانش موجود معانا. العمر ده كله 22 سنة النهارده. يعني كان لو طفش، يعني بعد ما شفت خيانته طفش منك لا 20؟ انا اللي مشيت. انت مشيتي وسبتيه؟ ايوه اخدت عيالي ومشيت، رحت عند اهلي محدش حملني. محدش؟ خدت لي شقة بالايجار وعشت فيها العمر كله لحد الان. جوزتي اولادك من شغلك في البيوت؟ علمتهم، ايوه من شغل البيوت، ربيت وعلمت وكبرت وكنت مطلعاهم كاني دول مش عيالي، يمكن اكتر ما هو كان معاهم. وربيت وعلمت والحمد لله كل واحد معاه في بيت الفترة دي وعيال. كلها ما سألش على اولاده ولا كان يصرف عليهم ولا بيسأل عنهم فين؟ ما حصلش. لغاية لما اكتشفت انا امتى ان هو خلاني متجوز؟ اكتشفت ده ابانوب لما بيقول لي مالك يا ماما، قلت له الامر واحد اتنين تلاته. قال لي اقول لك الصراحه ماما، انا رحت مصر ورحت عند بابا ورحت وقعدت مع مرته وكانت عارفه انه متجوز، ولما رحت هناك انا ومرتي كان متجوز جديد ولد. يعني ابنك كان عارف اللي عمله ابوه بس كان مخبي عليكي؟ ايوه. وراح هو ومراته هناك لحد المطار، ومراته طارت ورا ولدي ومراته، وما كانش يعني لاقيين مواصل يعيش. انت رفعت؟ والواد دار علي، وبعد كده خد بعضه من دشنا ومشي راح عاش في اسوان. ما رضيش يعيش. قال لها عايش ازاي هنا بعد اللي عمله ابوه؟ اه. احنا هنتكلم على الشق دلوقتي، الشكوى. انت رفعت شكوى لمعرفتي صح؟ ايوه حسن. كلمنا عن الشكوى دي. احنا معانا المحامي، محامي الشاكية. اهلا وسهلا بحضرتك. اه، كلمنا عن القصة الغريبة اللي احنا سامعينها دي، يعني في كده موجود حاليا؟ قصة غريبة بالنسبة لنا لكن مؤلمة جدا بالنسبة الحالة طبعا للمدرسة باينة طبعا، واضح عليها. لأنها عانت كتير، وقصة يعني ممكن نصدقها دراميا لكن واقعيا ده شيء غريب بصراحة. ولما لجأت إلينا احنا يعني طبعا تأكدنا من صحة الكلام ده كله وصحة المستندات دي، واللي ارتكبوا طبعا من جرائم، وتقدمنا ببلاغ للنائب العام. الشكوى كانت مقدمة ضد 14 واحد، منهم الشخص اللي هو زوجها ده، وعدد من الموثقين الكهنة، وعدد من الشهود والزوجات، وفي واحدة كمان مخلف منها من غير ديانته، وفي انتظار التحقيقات إن شاء الله. دي عقوبتها ايه الجريمة زي دي؟ والله هي يعني مفترض ده جريمة مخالف للشريعة المسيحية، الجواز من تانية اصلا يعني طبعا واحدة. طبعا. اه، ده ليه طبعا حبس دي ولا غرامة بيشكل ولا؟ زنا، لا حبس طبعا. ده بيشكل زنا عندهم، وشيء اساسا يعني ده مجرم قانونا ومخالف دينا كمان يعني من ناحيتين. وهم كمان ما سلموش من ده، يعني هم كمان اولاده بيتعرضوا هنا للخزي وعار، وعندهم كمان في ديانتهم بيبقى ان محدش بياخد منهم ولا حدش، يعني كمان ضريبتها مش حد ارتكب جريمه وهيعاقب وخلاص، لا ده موضوع يعني يعني بيبقى كده الاولاد ملصق ليهم. اتظلموا، اولاد الست طبعا نادرة. جدا، واحفادهم كمان. طب هو متجوز الاربعه دول من يعني معانا الست نادرة دي الزوجه الاولى، اه هي اكتر واحده متضرره، هي اللي عاشت معاه ايام الايام مثلا الصعبه اللي كانت تشتغل تبيع اكل عشان توفر فلوس ليه، واشتغلت في البيوت وساعدته في الاخر، يعني كان بيخونها ويتجوز في الست الجواز. نادرة من جنة، والزوجة التي تليها برضه من جنة من مركز نجادة، اه، والاثنين التانيين واحدة دايرة الأزبكية وواحدة دايرة الزيتون. اتنين من القاهره واتنين من جنة. اه طب هو اصلا من فين؟ هو أصلا من المنيا، لكن برضه كان في برضه تزوير بخصوص الموضوع ده حصل، إنه أثناء برضه عقده لإحدى الوثائق دي، فبرضه يعني ثبت كمان محل إقامة محل ميلاد إن هو جنة مش المنيا. ففي مظاهر كتير طبعا للتزوير، احنا كل ده وضحناه كل ده هيبان في التحقيقات يعني. طبعا. الى جانب برضه ان في شهود زور في الموضوع ده اللي شهدوا على العقود دي كلها، وفي كمان تزوير من قبل الموثقين، ولسه كمان هيظهر مرتكبين اخرين من الموظفين طبعا، صحه وسجل مدني لان واحوال في مدنيه. شهاده ميلاد اتكتبت. اه طبعا. انت بتطالبي بايه يا ست نادره؟ انت حق عيالي وناس والبيوت اللي عايشين فيها اللي بيعايروهم بأبوهم، الناس دي بتعايرهم وبتقدمهم مش مرتاحين. دي كانت قصتنا النهاردة، قصة الست نادرة اللي اكتشفت زواج زوجها عليها من 3 ست مسيحية. طبعا يعني ده مخالف للشريعة الإسلامية، وبعيدا عن قصة مسيحية ولا مسلمة، ست عاشت كل الظروف اللي باين عليها. احنا شفنا يعني بواضح حالتها، نكتشف بالصدفة جوزها متجوز عليها من 2003، من 2003 21 سنة.